اسمع رعاك الله، اسمع يا عبد الله. في حين هم في فلسطين يقتلون ويعانون الجوع والفقر والتضييق ونحن عنهم ساهون غافلون، ففي حين تأتينا أخبارهم وأخبار صمودهم وثباتهم، اسمع بعضا من أخبارنا. تقول الأخبار أن الشعب السعودي المحتار أنفق أكثر من 80 مليون ريال دعما لبطلهم في برنامج الخنا والزنا أكاديمي ستار. أنفق أكثر من 80 مليون ريال دعما لبطلهم في برنامج الخنا والزنا أكاديمي ستار. يا للعار، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وأزيدك من الأشعار. ذكرت صحيفة نيوز اوف ذا وورد البريطانية هذا الخبر المخزي في عددها الصادر في يوم الأحد الماضي. يقول الخبر أن ثريا سعوديا تحتفظ الجريدة باسمه عرض 1,000,000 جنيه استرليني، أي ما يعادل أكثر من 6 ملايين ريال، على الممثلة البريطانية الهندية الأصل التي أترفع عن ذكر اسمها لطهارة هذا المكان. 6 ملايين ريال مقابل أن تتناول العشاء معه وتقضي سهرة ممتعة في بلد خليجي قريب. قالت الصحيفة أن الملياردير السعودي عرض على الممثلة البريطانية الهندية دعوة خاصة يتكفل هو بكافة نفقاتها للحضور إلى دبي، تبدأ من السفر جوا على مقاعد الدرجة الأولى، وإن شاءت جاء بها بطائرة خاصة، ثم الاستضافة في فندق من فئة 5 نجوم طوال فترة إقامتها هناك. ونسبت الصحيفة إلى مصدر مقرب من الممثلة أن الممثلة رفضت هذا العرض بقولها إنه حقير. رفضت هذا العرض بقولها إنه حقير، ولأنها لم تصدق أن هناك من يدفع كل هذه الأموال مقابل سهرة وعشاء في بلد من البلدان. نعم، سافل وحقير، ولو طلب منه أن يعطي هذا المبلغ أو نصفه لفقراء فلسطين لما أعطاهم. ولك خبر أخير شهده من من الله عليه بالتوبة وأنجاه من الضياع بعد أن شهد ذلك المشهد الذي رآه. يقول لي شهدت منافسة في مرقص الليلي خلف الجسر هناك، تنافس فيه 2 من أغنياء المنطقة على شراء باقات الورود للراقصات والعاهرات. قيمة الباقة الواحدة 1000 ريال، فكانت النتيجة النهائية اشترى الأول 70 باقة بقيمة 70,000 ريال، واشترى الآخر 50 باقة بقيمة 50,000 ريال. عجيب والله أمرنا، عجيب والله أمرنا. 1000 الريالات على الراقصين والراقصات، فتبا لهؤلاء السفهاء، فلقد ألحقوا بنا الذل والعار